بسم الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين عاصمتكم يا جماعة، إن شاء الله تكون بألف خير. يوم جديد وفكرة جديدة، ويلا معايا نحضروا جاتو الباندا. حاجة باردة وتوا صيف، هكا نحسوا إنه ماذا بينا بحاجة باردة، حاجة خفيفة، ومكونات الكل موجودة في خزانة المطبخ. يلا معايا نمشيو كيفاش حضرنا. أول حاجة بسم الله خذينا 4 كاس سكر، زدنا كمان خدينا نص كاس قهوة، ولهنا نص كاس ماء، وأربع مغارف كبار زبدة. نجمو لهنا القهوة نعوضوها بكاكاو. دوك نحطهم على الغاز ونبدأ نحرك هكا بشوي بشوي حتى تذوب الزبدة. حاجة خفيفة وسهلة وما فيها حتى شيء وما تتكلفش برشا، ومبليس زيادة كل شيء موجود في خزينة المطبخ. دونك لهنا نراو كيفاش الزبدة بدات تذوب، نقعد نحركو نحركو بالكدا حتى يكشي تذوب لنا الزبدة. ولهنا سي بون نخليوها حتى يكشي تغلي مليح مليح. ما تخافوش راهي ما يصير لها حتى شيء، ما تتحرقش. اما كيف ما قلت لكم تنجموا تعوضوها بالكاكاو. توا لهنا نطفي على الغاز ونحط خليها تبرد على راحتها. دونك توا نمشي نحضر كيف ما نعرفوا اللي هذا هو البسكوي اللي نستعملوه، نعرفوا لهنا برشا الناس يعرفوه. بسكوي هذايا موجود في كل بلاصة هاكا هذا. توا نجي ونقصوا هكا دو كوب صغار، نجمو نقسموه على 4 ولا نزيدو نقسموه، المهم حاسيلو يكون هكا قطع صغيرة. أنا لهنا استعملت الباكو فيه 190 جرام، يعني 24 كعبة. دونك بعد ما كسرته هكايا بالكوبات صغار هكا، نحاول نقصهم جيدين ما نخليهمش كبار. ولهنا نجي بعد ما برد الخليط نصبه فوق منه ونخلطه ونحركه مليح مليح حتى يدخل الخليط الكل. وكيف ما قلت لكم لازم وراو الخليط يكون بارد بالكدا، خليه يبرد على راحته بالكدا بالكدا. ونسقيه بالطريقة هذيا ونخلطه. ومن بعد نجيب الطبق هذا اللي عندي ونحطه الكل على كامل أطراف الطبق. وكيف ما قلت لكم نخلطوا بالكدا بالكدا، وماذا بيكم ديما الخليط يكون بارد ما يكونش سخون باش البسكوي ما يتفتفتش. نحاول نخليوه ديما صحيح. ولهنا نوزعه على كامل الطبق ونحطه في الفريجيدير والا في الكونجيلاتور يبرد شويه، حتى نحضروا بقيه التحضير. دونك نستويه بالكدا وتوا نهز ونحطه في الفريجيدير في الثلاجة. دونك لهنا خذيت الحليب، نص لتر حليب، وخذيت لهنا 4 مغارف سكر حبيبات. ولهنا كملت حطيت 4 باكوات نشا، نجموا لهنا تعوضوا بالباكو الكريمة. ونحطه على الغاز ونقعد نحرك مليح مليح حتى كشي يتماسك ويولي هكا عاقد شوية. وماذا بينا يكون الخليط ديما عاقد، نحبه ما يكونش سائل. نقعد نحركه حتى كشي يخرج هكا التبقبيق هذاك الكل. دونك وقت اللي رينا فما تبقبيق هكايا ناخذ هنا مغرفة زبدة ونحطها فوق الكريمة. نجموا تستغناو على الزبدة، اما ديما بالزبدة يجي ابن وتجي هكا فوق الكريمة باهية بنينة برشا. دونك جربوها. نقعد حسيل ونحرك ونهبطها مع الغاز ونخليها هكا تبرد شوية ونكمل نواصل التحريك. دونك لهنا ديجا قاعدة تذوب الزبدة، نخليها تبرد في عقلها. ونمشي لهنا نخرج طبق من الكونجيلاتور بعد ما برد الخليط الكريمة، نسقي هكا الكل فوق الطبق. صدقوني بنينة وخفيفة، حسيلو تعملوا عليها جو. ننصحكم بها يا جماعة، وقولوا لي ايش قولكم في الكومنتات.
ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يجيكم كل جديد وتعملوا تعليق مزيان. دونك نكمل هنا نوزعهم على كامل الطبق هكايا بالطريقة هذه باش يجيني مستوي. وتوا باش نهز نحطها في الكونجيلاتور من باس نص ساعة. ونكملوا لهنا ناخذوا زوز ساشيات. انا استعملت هنا كريم شانتيه، نجموا تستعملوا ساشي بركة، اما من استحسن تعملوا زوز ساشيات على خاطر شي ساشي ما تكفيش. ونكمل هنا نزيد معاها كاس ماء وقراو مليح الباكوة. هنا كنت باش نعملها كملتها على الماكينة هذيك، وليت قلت لي نعملها هي هكا خير باش نوريكم الطريقة كيف احسن هكايا. دونك كملتها بالآلة هذه. حسيلو ما تسيبوها من يدكم الا ما يكون هكا كيف المنقار هكايا باش تطلع الكريم شانتيه بتاعكم. وتزيدوا تضيفوا معاها ماء بارد، بالاخص الحليب والماء يكون بارد. وتوا لهنا ناخذ نص كاس حليب سخون ندفيته هكا شوية قبل، ونحط لهنا 100 غرام شوكولاتة هكا زوز توابع، ونحط معاهم الزبدة ونقعد نحرك حتى يكشي هكا يتحل تذوب الشوكولاتة والزبدة باش نعمل بيكا نجم الفوق. دونك لهنا خرجتها من الكونجيلاتور وكمل نحط الكريم شانتيه من الفوق ونستويها مليح مليح. حاول نستويها مليح مليح وتكون هي باردة قبل. ولهنا باش نجيب المغرفة هذه هكا ونستويها بالكدا بالكدا باش تجيني مستوية وحاجة مزيانة. وتوا لهنا نحطها في الكونجيلاتور، وبعد ما خرجتها من الكونجيلاتور نجي ونسقي الشوكولاتة كلها. لهنا حاولوا تكون باردة الكريم شانتيه، والشوكولاتة تكون زادة باردة شوية، ما نخليوهاش سخونة باش ما تعملناش شكل الحفر كي نجيو نصبوا عليها. دونك هكا ونحاولوا ما نحطوش في نفس المكان، نوزعوا هكا على كامل المكان باش ما تعملناش شكل الحفر في وسط الكريم شانتيه. كيف ما قلت لكم باش تكونكم ناجحه وما تتحفر لكمش، لازم تكون الكريم شانتيه قبل محطوطه في الكونجيلاتور تكون بارده بنص ساعه هكاك على الاقل. وديما الشوكولاته نخليوها تبرد بالكدا ومن بعد نسقيوها من الفوق ونستويها مليح. توا نمشي نحطها في الكونجيلاتور. ديجا لهنا سي بردت، جبتها من الكونجيلاتور ونقصها. لهنا ما خليتهاش تبرد برشا، ديجا هي ملوتها بردت. اما شنو الشوكولاته جوست هكا ما هزت روحها شويه، ونقصها بالطريقه هذيا. اما راهي بنينه بالحق، صدقوني جربوها وقولوا لي شقولكم في الكومنتات. وتوا نقصها معاكم باش تشوفوها كيفاش من الداخل. بنة يا جماعة صدقوني والله بنينة ومع الطقس هكا بسخون صيافي ما شاء الله. ما تنساوش لهنا راهي خاطرشي الشوكولاتة مازال ذايبة. دونك ما شوفوا البنة باش نذوقها معاكم. انا ما صدقوني يا جماعة راهي بنينة، جات بنينة ما شاء الله. نودكم لنشهيكم شاء الله قسمكم في الجنة. اما جربوها يا جماعة وقولوا لي شقولكم في الكومنتات، نستناكم. وتوا ما نقول لكم كان استودعكم الله في فيديو اخر ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم. الى اللقاء.